السلام عليكم متابعين صفحتنا، وإما كنتم مرحبا بكم كاملين، خاصة الناس اللي مازالت تسنى في الماتش يتعاود. الماتش راه مبيوع، والناس راهي مازالت تسنى. على كل حال، اليوم رانا الأحد 19 جانفي 2025. الأحد 19 جانفي 2025 سعر الأورو راه مازال ثابت لمدة أسبوع. إذا حبيت أنت اليوم بالحد تبيع الأورو تاعك، راهم يشريو عليك 100 أورو تساوي 2,520 ألف. 2,520 ألف. إذا حبيت تشري عليهم الأورو راهم يشريو عليك خاصة في بعض المناطق الشرقية 2,540 ألف. 2,540 ألف. فيما يخص منحة السفر 750، أنا قلت لكم باللي رحت اليوم البنك وما كان والو، مازال حتى حاجة ما طبقت في أرض الواقع، ما كان والو، يعني مازال ما كان والو. شيء آخر، الناس تقول لي اسكو أمين زين نستنى باش نبيع ولا نشري. والله العظيم شوف، واحد ما يقدر ينصحكم، أنا نهضرها لكم من الآخر. هذا كون جات سوق بورصة عالميا نقول لكم الأورو طلع حدا الدولار هبط، هذا الأورو ممكن نشوف السوق هذه. لكن الأورو في الجزائر في السكوار صعيب أنك تعرف واش راهم يخموا، ما تقدرش تعرف، لأنه الناس اللي حاكمين السكوار هذا صعيب، يعني نهضر على الناس، صعيب أنك تفهم واش راهو حاب يدير، اسكو حاب يبيع، حاب يشري، حاب يحكم، ما تقدرش تعرف. لذلك الثبات هذا راهو مدة أسبوع حنا ثابتين على 2,520 ألف، خاصة في بعض المناطق الشرقية. في تزال هي ممكن تكون 2,530 ألف، فوالا باش نتفقوا عليها برك، لأنه فيها كمية وفيها سوق كبير وغيرها، على حسب المدينة حسب الكمية. فيما يخص الثبات هذا تاع الأورو لمدة أسبوع راهو في 2,520 ألف. هذا في حالتين، هذه نصيحة فقط، ماهوش تحليل اقتصادي قال الواقع، لأنه قلت لكم التحليل الاقتصادي ما يكونش في السكوار، صعب جدا. فقط أنا كفكرة، كنظرية، كفكرة، أخي قلت لكم من قبل شهر، قلت لكم الأورو راح يبقى ثابت لمدة 3 أشهر. علاش؟ لأنه منحة السفر ما خرجتش، لأنه هذه حتأثر نفسيا برك يا جماعة، ماهيش راح تأثر لكن تأثر نفسيا، هي اللي خلات الأورو ثابت على 2,520 ألف. هذه باش تفهموا مليح. قلت لكم من قبل راح الأورو في الجزائر في 3 شهور اللي جايه راح يبقى ثابت ما بين 2,500 إلى 2,600. هذا واش راني نشوف فيها أنا، والله أعلم. قلت لكم ما ديروهاش كنصيحة يعني، ولكن حاولوا ديروها كنظرية واحسبوا نتوما. الثبات هذا في حالتين، يا إما يرتفع ارتفاع جنوني، يعني يولي ارتفاع تاع كلب مسعور يطاكي ديريكت، يا إما يهبط هبوط يصل إلى 2,400. هذا هو الثبات. الثبات دائما يجي معاه يا إما صعود يعني مرتفع، يا إما هبوط لكن موش حاد، لأنه الأورو كي يهبط راح يرجع دائما يرجع، لكن الأورو إذا طلع راهو صعب جدا أنه يعاود يهبط. هذه بك الناس باش تدي عليها فكرة. فيما يخص الناس اللي تبيع ولا تشري، واش حنقول لكم نتوما يا جماعه، نتوما ماكمش سوق سوداء، يعني نتوما ناس عاديين. اذا شفت باللي تحتاج لورو في الدار تاعك، ولا تحتاج لورو في البنكه تاعك، ولا تحتاج لورو مقابل دينار، دائما نقول لكم باللي الدينار راهو القيمه تاعو يعني هابطه، وراهم مقطعين، اموال مقطعه وراشيه، يعني كي تخبيها ماكش حتستفاد منها بزاف. الاورو راح تستفاد منه. اورو، انا في حياتي من نهار شفت لورو فرون ولا اورو جامي شفت انسان ندم كي عنده اورو. هذا واش نقول لكم انا. تحب تبيع ولا تحب تشري دبر راسك، تحب تخبي دراهمك دينار تخبيهم اورو دبر راسك، ولكن الناس اللي خبات عمله صعبه تبقى عمله صعبه، يعني تحتاجها ومضمونه، مملوكه تاعها لا كاليتي مليحه، يعني حتى كي تخبيها ما تندمش اون سي جامي. ولا هذه يا جماعه كاش حاجه اخرى راني نخبركم عليها، منحه السفر مازال ما بان والو، رانا نستناو، وان شاء الله نشوفوا الايام الجايه واش حيصير. السلام.